ما تيجوا كده نغيّر في الأكل النهارده ونعمل وصفة جديدة، بدل اللحمة والفراخ هنعمل حاجة مختلفة، وفي نفس الوقت مع البطاطس بدل ما كنا بنحط مع البطاطس لحمة أو فراخ هنعملها بطريقة جديدة وبطريقة وصفة سهلة وجميلة وفي نفس الوقت لذيذة. هنجيب السجق بتاعنا من عند الجزار كده بالشكل الجميل اللي أنتم هتشوفوه ده، وهنبدأ ننزل بيه مع بطاطسيتين، وهيعمل معانا أحلى غدا وأحلى وجبة سريعة جدًا، وطاجن في الفرن كأننا شاريينه جاهز بالضبط. هنسمي الله ونصلي على سيدنا محمد ونقول عملنا الوصفة القمر إزاي. بنقدم معاها رز حباية وحباية، وطبعًا أنتم كل الشعب المصري عارفه جميل جدًا وسهل وبسيط، وهاقولها هيتعمل إزاي دلوقتي بتركاية بسيطة، هاقول لِك يطلع معاكِ تحفة ومفلفل إزاي. شايفين حبايبي شكل البطاطس مع السجق حاجة كده غموسها فيها وجميلة جدًا، جدًا، جدًا. نسمي الله كده ونصلي على سيدنا محمد ونقول استخدمنا إيه. نُص كيلو من السجق، طماطمتين متقطعين قطع، فلفلتين، بطاطسيتين، بصلتين، ومعايا التوابل توم باودر، بابريكا، كزبرة ناشفة، فلفل أسود، ملح، حسب الرغبة الملح لو السجق ملحه حلو شوية باقلل الملح سِنّة، لحد ما أشوف الوصفة معايا هتطلع مالحة إيه. بابدأ كده في طاسة على النار، طبعًا ده اللي أنا هاعمل فيها السجق، وطبعًا حلة تانية هاعمل فيها الرز، فهابدأ في الرز الأول. ب3 معالق من الزيت، وهاقلّب شوية رز حوالي كوباية من الرز، أنا عاملاه كيلو، هابدأ آخد منه كوباية واحدة بس هاحمّرها لمّا تاخد معايا اللون الدهبي، أبدأ أنزل عليها بباقي الرز الأبيض، وأنزل بمعلقة من الملح، وبلتر مَيّة من ال ال ب بنفس معدل كيلو الرز لتر مَيّة. دي التركاية الحلوة إن أنتِ الرز لمّا بيعادل المَيّة هيطلع معاكِ مفلفل وجميل جدًا، ودي من التركات الجميلة. أمّا الرز ما احاولش أحرقه واحمّره تحميرة يدّي اللون الدهبي الخطير ده، اللي هيدّيكِ رز جميل مفلفل. بدأت كده البطاطس قطّعتها طولي كده يعني صوابع زي ما إحنا بنقول، وهابدأ كده خلاص قطّعت البطاطس معايا صوابع بالشكل ده، هابدأ أشطفها شطفة برضه عشان النشا، وهاقول لِك دلوقتي هاعمل إيه في الخطوة الجاية. هابدأ طبعًا في أثناء الخطوة دي هاقطّع السجق بتاعي لإن هو شابك في بعضه كده زي ما أنتم بتشوفوه، هابدأ أقطّعه وهاعمل لِك إن شاء الله وصفة السجق من الألف للياء، هتشوفوها إن شاء الله في القناة حصري على قناتي لأول مرة. بدأت كده خلاص مكوناتي جاهزة وقطّعت السجق بتاعي بالشكل ده، هابدأ أقول أول خطوة على النار، هابدأ أنزل في الطاسة بمعلقة زيت، وهابدأ أنزل طبعًا أنتِ ممكن في الخطوة تستغني عن الدهونات، بس أنا عشان السجق عندي يعني مش فيه دهون كتير، فباحاول عشان ما يلزقش باحط معلقة من الزيت. بدأت كده بدأ ياخد كده تحميرة من تحت أو تشويحة، هابدأ أقلّب بقى على الوش التاني زي ما أنتم شايفين، بدأ ياخد معايا لون. هابدأ كده في الخطوة دي أنا ما باسوّيهوش 100% أنا بادّي له لون بس، وهابدأ أنزل ببقية مكوناتي. أول حاجة هاحطها خالص هي البصل المتقطّع، بدأت كده نزلت بالبصل بتاعي بالشكل ده، وهابدأ أقلّب، 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 وأنزل في الفلفل، والخطوة اللي بعدها البطاطس. هانزل أقلّب طبعًا كل مكوناتي إذا ما حطيتش توابل ولا حطيت أي حاجة، في الخطوة باقي الخطوات بانزل طبعًا بالبطاطس بتاعتي وأقلّبها مع المكونات. في الخطوة دي هاحط التوابل وأحط الطماطم. وهاقول لِك التركاية التانية هاعمل إيه عشان يطلع معايا جميل وطاجن إيه محترم. بدأت كده قلّبت خلاص البطاطس بتاعتي مع التوابل مع الطماطم، في خطوة وفي تركاية هاعملها بحيث الطاجن بتاعي يبقى جاهز معايا ويطلع جميل، معلقة من الصلصة مع كوباية من المَيّة، لازم أزوّد دول أساسي عشان يساووا بعضهم، لإن في الحالة دي لو أنا سِبت الطماطم بس مش هتاخد السِوَى الكامل اللي أنا عايزاه. نزلت بالتوابل قلّبت، قلّبت، قلّبت زي ما أنتم شايفين، وهاقلب على طول في الطاجن. وفي الحالة دي في الخطوة دي بابدأ أقلّب الرز بتاعي اتشرّب خالص وبقى جميل ومفلفل، هابدأ أوطّي عليه النار وهاسيبه يستوي إيه، كامل سِواه. خلّصت كده، أبدأ بقى في الخطوة بتاعة الطاجن. بدأت كده نزّلت حاجتي في الطاجن ومشغّلة الفرن على درجة حرارة 200 متوسطة، تقعد معايا حوالي ربع ساعة في الفرن وهتطلع بالجمال اللي أنتم شايفينه والقمر ده. خلاص كده الطاجن بتاعي جِهِز بكوباية من المَيّة بمعلقة من الصلصة أو معلقتين، وهابدأ أنزل يا دوبك المَيّة تغطي من تحت مش من فوق، هياخد معايا اللون والصوص الجامد اللي طالع منه ده تحفة. جرّبوا الطاجن ده هتدعوا لي، وسبسكرايب وإن أنتم عارفينه بقى، أنا مش هاقول لكم لو عجبِك الفيديو هتعملي إيه. تابعوني على صفحتي، صفحة سهل ولذيذة وجميلة وبتدّيكِ وجبات سريعة. شكرًا ليكم.